طيب تفسير العبادة يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا يعني هذا من أنواع العبادة. لو أحد قصد قبرا وزاره وشد الرحال له وتعبد الله عنده فيكون قد عبده. هذه نوع من أنواع العبادة. يعني في عبادة كما تعلمون الاعتكاف. الاعتكاف ايش المساجد؟ المكث فيها. المكث هذا نفسه اعتكاف. ماذا يا اخوان؟ عبادة. السعي بين الصفا والمروة عبادة وليس بعبادة؟ عبادة. فلو اتخذ أحد جبلين اثنين غير الصفا والمروة وأخذ ايش يتقرب إلى الله بالسعي بينهما، هذا ابتدع في الدين. هذا ابتدع في الدين. فمفهوم العبادة عند كثير من الناس غير واضح. يظن فقط هو ايش؟ أن ينصب الإنسان صنما ويسجد له ويركع له. لا، ممكن يتعبده بالعكوف عنده. ممكن لو أنه تقصد قبر رجل صالح يسافر له ويذهب هناك ويحلق رأسه عنده تعظيما له. أليس في دين الله عز وجل الحلق من شعائر الحج والعمرة؟ شفت؟ إذا الذي يحلق شعره يذهب إلى رجل صالح إلى قبره إلى مزار ويحلق شعره هناك، هذا عبده من دون الله. عبده من دون الله. وكذا الذي يطوفون بالقبور يقول هذه بدعة وليست شرك. هل يوجد من يطوف بالقبر ولا يعظم صاحب القبر؟ لأن لماذا أصلا سافر له لماذا يطوف بقبره؟ مع أن الطواف بالقبور هذا ايش يا اخوان؟ بدعة أصلية ما لها أي وجه من وجوه الشرع. ما في الشرع شيء اسمه طواف بالقبور، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره أبدا. ومع ذلك يطوفون بالقبور، وتجد بعض الناس يعني يبرئهم من الشرك ويتعذر لهم ويقول هم ما أشركوا، ثم يقول كمن طاف بالكعبة هل هو يعبد الكعبة؟ الجواب لا يعبد الكعبة. قال إذا طاف بالقبر لا يعبد القبر. هذا كالذي يطوف بملعب 7 أشواط، هل هو عبد الملعب؟ لا، ما عبد الملعب. إذن هذا اللي يطوف بالقبور لم يعبد القبر. هذا كله باطل، كله تدليس. لذلك هؤلاء معروف أنهم الذين يذهبون القبور تجدهم يذبحون لها وينذرون لها ويخافونها ويرجونها ويدعونها ويتمسعون حتى بالسياج الذي ايش وضع على القبر. كيف ما عبدوها؟ إلا عبدوها عبادة صريحة من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم.